أبو حمدان الحركة بعد الحمد لله الله يبارك فيك. شارك الأستاذ أبو حمدان، كان في فعالية بالأمس في الإمام بمرمرة، كان في برنامج. أبو حمدان مقيم في بيروت. اسمه duymuştuk ama birebir. الاسم المعروف ولكن الشخصية والمظاهر. احنا للأسف التاريخ في شيء من عدم التواصل بيننا، رغم انه علاقتهم باخواننا قديمة، لكن ما في ديمومة علاقة خاصة بالموضوع السياسي. فإن شاء الله هذه لعله يعني نجسرها إن شاء الله. نتعاون. السيد بهاء الدين كمال نائب الرئيس لحزب السودان. وداد تورغوت أيضا هو نائب الرئيس. تورغوت وعضو الإدارة العامة في الحزب. الإدارة العامة يعني القيادة المركزية. نعم القيادة المركزية. عضو البرلمان في الحزب يعني. عضو الشورى. مصطفى جوخلو ورئيس الحزب بفرع دياربكر. أيضا هو عضو مجلس الشورى في الحزب الإدارة العامة. وأعمل في العلاقات الإسلامية في الحركة، ويعني العمل لنا بنية مؤسسات مجتمع مدني في العالم الإسلامي بهدف تشبيك العلاقة مع القوى الإسلامية والجهات العاملة لفلسطين. التحدي الأول هو كيف نواجه مشاريع تصفية القضية الفلسطينية. كلكم تابعتم زيارة دونالد ترامب الأخيرة إلى المنطقة عندنا، والمشروع الأساسي الذي حمله ترامب هو إنهاء القضية الفلسطينية. هذا تحدي لا بد أن نواجهه. التحدي الثاني كيف يعني نطور قدرة المقاومة داخل الأرض المحتلة. المقاومة في غزة بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن لابد أيضا الآن من تعزيز الدفاع والمقاومة في الضفة وفي القدس. التحدي الثالث هو دور الأمة تجاه القضية الفلسطينية. الأمة ناصرت القضية الفلسطينية ودعمت المقاومة في فلسطين دعما كبيرا، لكننا اليوم نريد دور أكبر للأمة ونريد دور أكثر فاعلية للأمة، ونعتقد أن القوى الحية في الأمة تستطيع أن تقدم الكثير. كيف يمكن أن ننسق هذا مع أبناء الأمة ومكوناتها السياسية والاجتماعية؟ لعل هذا أيضا من المهام والتحديات في المرحلة القادمة، ونحن نتوقع إن شاء الله تعالى أن يكون لنا فيه نجاحات، لا سيما أن معركة القدس اليوم هي معركة الأمة ضد الكيان الصهيوني وليست معركة الفلسطينيين وحدهم. هذا موجز سريع لانتخاب الأخ إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي الحركة. Nasıl da gönderdik bunu.